وحشتوني يا قشطاية. فقرة ايش الحل، هذه فقرة جديدة ما ادري اذا في احد قد سواها قبلي ولا لا، بس ان شاء الله ان الفقرة تعجبكم. الفكرة عبارة عن ايش؟ اني اخذ مشاكل المتابعين واجيب لها حلول، يعني بطريقتي انا، فاهمين كيف؟ بليز اكسيوز مي، تابعوني. رب سناباتي حريقة، انا اساسا شغلي كله سناب، فلازم تضيفني في السناب شات. والمقطع ده نبغى نوصل لايكات كثيرة. وقبل لا نبدا الفقرة الجميلة هذه لازم تشترك في القناة، اذا ما كنت مشترك لازم تشترك في القناة وتضغط على الجرس، حلو، عشان توصل لك كل القصص. الجرس هذا والله انه اهم من الاشتراك، لانه الجرس اذا ضغطته يصير كل ما انا انزل اليوتيوب ايش يديك رنة، فاهم؟ نيجي عند اول مشكلة من احد المتابعين، يقول دقيقة اجيب الجوال. تقول يا ابو صبغة عندي مشكلة مع صاحبتي، كلامها كله صواريخ، ايش الحل معاها؟ بديكم حل مع كل كذاب، اذا كان خويك كذاب او صديقتك، حلو؟ الكذاب من بالله لا تجليه، اي هرج يجيك اقعد هنا حجر له، انا اعلمك كيف تحجر له. زي في واحد من العيال اقسم بالله معروف هذا الادمي مره كذاب، فالادمي قبل والله تقريبا قبل 3 ايام كان بيرمي لنا هرجه، الادمي مسوي حريق حق بنات، جاء قال اسمع من بالله عيال قبل كم سنه دخلت خويتي، قلنا له ايوه، طبعا انا عارف انه هو كذاب، قلت له كيف دخلتها؟ قال لي من بالله دخلتها في الغرفه، حلو، متكي زي كذا، لشوي اسمع الباب يدق دش 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 دش، الا خويتي خافت، حلو، انا شلت خويتي زبنتها فين؟ زبنتها تحت السرير، دسيت سندويتش انت قال لك حطيتها تحت السرير، المهم انا عارف انه ادمي كذاب، ويقول امي تشوت الباب برجلها بقوه، طاخ 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 طاخ، فك الباب وطلع اللي معاك. دقيقة قلت له انت كنت في الغرفة صح وامك كانت برا؟ قلت له ايوه. قلت له طيب كيف امك دقت الباب برجولها؟ ايش دراك يمكن دقته بيدها؟ قال لي اسمع من بالله البنت شعرها طويل. يا كذاب انت ايش دراك انه امك دقت الباب برجلها؟ يقول لي يا رضوان انت يا اخي ايش بامك؟ اقسم بالله حشرته لين قال لي انت ايش بامك؟ في واحد من المتابعين عنده مشكلة، يقول لي يا ابو صبغة في مدرس عندنا مسوي فلة، اذبحه ولا ايش اسوي فيه؟ انا اديك الحل، ما اذا كان استاذك سامج، والله الحل انك تكسبه، حلو، سلك له، يعني الاستاذ لما يجي يسوي فله سلك له انت، زي زمان ايام متوسط كان عندنا استاذ سامج، فكنت انا الطالب الوحيد اللي اسلك له، فعشان انا الطالب الوحيد اللي اسلك له فصار الاستاذ كل ما بيسوي فله يقوم يناديني، برناوي تعال، اقول له يا استاذ، يقول لي شيك على ذاك بالله مراسه قال لي اسطبات كابرس. وربي تضحك يا استاذ، وانا في قلبي قاعد اقول من بالله سامج ما تضحك بس عشان يزودني درجات. يا واد انت من جدك. يا ابو صبغه قبل يومين دخلت على ابوي بالحمام، ما دخلش بوست على راسه، والحين ما اقدر احط عيني في عينه. دينك الله لا يحط مسلم في هذا الموقف، يا واد انت ترى جبت العيد. انا اديك حل، روح اعتذر لابوك بعد ما سلمت على راسك كذا، بعد ما خرج من الحمام روح عنده قول له، وانت لما تتكلم مع ابوك خلي بينك وبينه مسافه، وخلي يدك في حاله الصد، فاهم؟ عشان احتمال ترى يصقع الكف، فقول له والله ابوي انت خليت الباب مفتوح وانا دخلت بالغلط، انت فاهم؟ اقسم بالله انت ما لك حل، استعد للكف. هذا مشكلته تقهر والله، وانا عانيت منها كثير. يقول ابو صبغه انا اشتري ايفون 6 وما له شهر والشاشه تنكسر، زايد كل ما اشتري ايفون الشاشه تنكسر، ايش الحل يا ابو صبغه؟ ما لك حل؟ امزح معاك وربي انا كمان صارت لي هذه المشكله، قبل تقريبا سنه اشتريت ايفون 6 اس بلس، حلو، والله العظيم نمت الجوال صلحان، صحيت من النوم طلعت في الجوال حصلت الشاشه مكسوره. دينك على الكلجه، جوالي طلع انكسر من ايش؟ طاح على وجهه، بس كان فوق السرير وانا نايم كذا طاح الجوال على وجهه بوف، والشاشه ايش؟ والشاشه انكسرت. والسبب ليش؟ لانه ما كنت حاط شاشه ضد الكسر، فنصيحه اللي معاه ايفون حط شاشه ضد الكسر وحط شاشه اصليه قيمتها تقريبا 150 ريال، مو تركب لي واحده ب 10 ريال بعد تيجي تقول لي ابو صبغه جوالي اتكسر. حتى الشاشات اللي ضد الكسر ب 10 ريال ترى تكسر الجوال وما تحميها لانه ابو كلب. هذه مشكلته تفحص والله. يقول يا ابو صبغه في واحد كل اسبوع يفقع كفر السياره، والمشكله ما عنده سياره عشان ارد له. يا واد انت حمار، ما دام انك عارف الشخص يمين بالله امسك ولسع امه. انا كمان والله قاعد اعاني من نفس المشكله، حلو، ناس يجوا يحكحكوا لي السياره وما اعرف مين هم، زي ما انتم شايفين هذا الصور، والله العظيم هذه تقريبا قبل 3 ايام، نفسي اعرف مين الشخص هذا اللي يجي يحك لي السياره، لكن بحق هذه الساعه الكريمه يا رب اي احد يحكحك السيارات عساك بامساك مؤبد يا رب. فانا بديك افضل حل، حلو، راجع حساباتك مع ناس اتمشكلت معاهم من زمان، وبعد كذا انت صفيهم، شوف مين فيهم تتوقع مين، تصفيهم لين تشك في واحد، حلو، وصدقني اذا الله كاتب حتصيده باذن الله انا حصيده اللي يقعد يحكحك للسياره. هذا مشكلته قويه والله. يقول ابو صبغه خويه معاه في الفصل وريحه فمه حريقه. افو
ايش الحل معاه؟ والله هذه المشكلة عانيت منها كثير الين دورت وحصلت لي حل الحمد لله. شوف خويك ذاب ابو ريحة فم اللي معاك في الفصل وانت مداوم كل يوم في الصباح اشتري معاك لبانتين، لبانة لك ولبانة لخويك ابو فم عفن. اول ما يتكلم معاك كذا كلمك كذا وحسيت بصداع كذا ورجة في مخك قول له اسمع حبيب قلبي خذ لبان، اذا اخذ اللبان خير وبركة، اذا ما اخذ اللبان حاول تفتح معاه نقاش قول له اسمع ترى اليوم في واجب وريحة فمك ترى بيض مسلوق. اقسم بالله دي افضل حلين، يا انك تدي لبان او انك تزبد له تقول يا حبيبي ترى فمك عفن. عزيز الطالب المداوم وانت مداوم ترى يمديك تشيك على ريحة فمك. شوف سوي زي كذا، سوي سريع عن فمك الحار، سوي زي كذا اوف. اذا حسيت بصداع اعرف انه ريحة فمك حار وحتصدع راس اللي جنبك، فلا تداوم او خذ لبان الله يسعدك. فبس والله كذا وصلنا لنهاية المقطع. ان شاء الله الفقرة الجديدة عجبتكم، واذا الفقرة الجديدة عجبتكم لا اكتبوا لي تحت في التعليقات عشان نستمر فيها، والاسابيع الجاية ان شاء الله انزل لكم قصص حريقة. مع السلامة اشوفكم في الاسابيع المقبلة. جود باي.